3, 2, 1. في سنة 2007 وبعد نجاح عملية التصويت الخاصة بقائمة عجائب الدنيا السبع الجديدة، قررت نفس المؤسسة New Seven Wonders Foundation إنها تكرر نفس الموضوع بس بشكل مختلف. قررت المرة دي إنها هتعمل مبادرة New Seven Wonders of Nature. هنعمل تصويت برضو بس المرة دي هنختار فيه قائمة لعجائب الدنيا الطبيعية، الآثار والأماكن الطبيعية اللي من صنع الخالق سبحانه وتعالى والإنسان ما تدخلش فيها. وطبعا أكيد حضراتكم دلوقتي بقيتوا عارفين إن عددهم برضو هيبقى 7، وفعلا بيبدأ التصويت في نفس السنة 2007 وبيتفتح لجميع الناس من جميع أنحاء العالم عن طريق الإيميلات والرسائل النصية SMS. وفضل التصويت مستمر من 2007 ل 2011 عشان يتم الإعلان النهائي عن قائمة عجائب الدنيا السبع الطبيعية بعد مشاركة أكثر من 100 مليون شخص حول العالم. فيا ترى إيه هي الأماكن الطبيعية اللي تم اختيارها في القائمة دي؟ وليه تم اختيار الأماكن دي بالذات؟ وهل يختلفوا كتير عن عجائب الدنيا السبع القديمة والجديدة؟ كالعادة كل الأسئلة دي وأكتر هتعرفوا إجابتها أول ما تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا متابعة لو مش عاملين، وتطلعوا تاني عشان نبدأ حلقتنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم لمعلوماتك. غابة الأمازون أو زي ما بتتسمى بالرئة الخضراء لكوكب الأرض، وهنعرف هي ليه اتسمت بالاسم ده كمان شوية، هي عبارة عن غابة استوائية مطيرة موجودة في قارة أمريكا الجنوبية، وتعتبر أكبر غابة في العالم بمساحة حوضها اللي وصلت ل7 مليون كيلو متر مربع، واللي حوالي 5.5 مليون كيلو متر مربع منه غابات مطيرة. وغابة الأمازون بتعدي على 9 دول تقريبا، وهم البرازيل اللي ليها نصيب الأسد من حجم الغابات دي بنسبة 60%، والبيرو بنسبة 13%، وكولومبيا بنسبة 10%، ويجي بعدها بنسب مختلفة باقي الدول الستة واللي هم بوليفيا والإكوادور وفنزويلا وجويانا الفرنسية وسورينام. غابات الأمازون المطيرة لوحدها بس بتعتبر أكتر من نص مساحة الغابات المطيرة اللي لسه موجودة على الكوكب، وأكبر الغابات من ناحية التنوع البيولوجي عشان فيها حوالي 390 مليار شجرة بتتكون من 16 ألف نوع مختلف. مش بس كده، ده كمان فيها أكتر من 2.5 مليون نوع مختلف من الحشرات، وكمان 2000 نوع مختلف من الثدييات والطيور، وحوالي 2200 نوع مختلف من الأسماك، ده غير كمان الزواحف والبر مائيات. كلمة أمازون في الأصل مشتقة من كلمة أمازونيات، وهي كلمة استخدمها 2 من المؤرخين الكبار وهم هيرودوت وديودور الصقلي في الأساطير اليونانية عشان يوصفوا مجموعة من المحاربات اللي تفوقوا على الرجالة في الرشاقة والقوة والرماية وركوب الخيل. وكان من صفات ستات المنطقة دي إن لو حصل أي نزاع أو حرب كانوا بيشاركوا في المعارك مع الرجالة بتوعهم. فلما حصلت حرب بين فرانسيسكو دي أوريانا واللي كان واحد من الضباط الأسبان اللي اكتشفوا أمريكا الجنوبية وبين جماعة اسمها تابوياس كانوا هم السكان الأصليين للمنطقة دي، وشاف وقتها إن الستات هناك بيحاربوا بقوة وشدة زي الرجالة بالظبط، ده خلاه يشبههم بالأمازونيات اللي موجودين في الأساطير الإغريقية، وعشان كده سمى المنطقة أمازونز. نرجع بقى ونسأل هي ليه اتسمت بالرئة الخضراء لكوكب الأرض؟ الإجابة بكل بساطة إن غابات الأمازون بتخزن ما بين 90 و 140 مليار طن من الكربون، وده بدوره بيساعد في استقرار المناخ العالمي بسبب إنه بيقلل من أخطار انبعاثات الغازات الدفيئة اللي بتسبب احتباس حراري في النهاية. مش بس كده، دي كمان بتنتج كميات كبيرة جدا من المية، لأن زي ما معهد الأبحاث الحكومي الأمريكي قال ممكن لشجرة واحدة قطرها 10 متر إنها تنتج يوميا أكتر من 300 لتر مية في شكل بخار بتبعته في الهواء، واللي بيتجمع في النهاية في صورة سحب وينزل على هيئة مطر في ظاهرة اتسمت بالأنهار الطائرة، ودي عبارة عن هواء مليان ببخار المية اللي بتنتجه الأشجار. وزي ما اتكلمنا عن غابات الأمازون وجمالها وإبداع الخالق عز وجل، كان لازم نتكلم عن نهر الأمازون واللي هو أغرب وأعجب. نهر الأمازون هو أكبر نهر في أمريكا الجنوبية وأكبر نظام تصريف في العالم من حيث حجم تدفقه ومساحة حوضه.
الطول الإجمالي للنهر من المنبع في جبال الإنديز جنوب بيرو للمصب في المحيط الأطلسي على الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل حوالي 6437 كيلومتر، واللي هي تقريبا قد المسافة من نيويورك لروما، وبكده يبقى أقصر شوية من نهر النيل، وكمان فهو عكس نهر النيل في إنه بيمشي من الغرب للشرق. وعلى العموم فطول نهر الأمازون ومنبعه كان موضوع للنقاش من نص القرن العشرين وما زال إلى الآن. مساحة حوض نهر الأمازون وهو أكبر الأراضي المنخفضة في أمريكا الجنوبية حوالي 7 كيلو متر مربع، وهو تقريبا ضعف مساحة نهر الكونغو في أفريقيا. وطول الحوض حوالي 2780 كيلو متر من الشمال للجنوب عند أوسع نقطة ليه، وبيشغل الجزء الأكبر من البرازيل وبيرو، وأجزاء كبيرة من كولومبيا والإكوادور وبوليفيا، ومنطقة صغيرة من فنزويلا، وتقريبا حوالي تلتين مجرى الأمازون الرئيسي وأكبر جزء من حوضه موجودة في البرازيل. رغم ان اسم الامازون بيستعملوه للنهر كله، الا انه في التسمية البيروفية والبرازيلية اسم الامازون بيتسمى بيه اجزاء بس من النهر مش النهر كله. يعني مثلا في بيرو بيتسمى المجرى الرئيسي العلوي اللي جاي من جبال الانديز لحد ما بيتقابل مع نهر اوكايالي باسم مارانيون، ومن هناك لحد الحدود البرازيلية بيتسمى امازوناس. وفي البرازيل بيتسمى النهر اللي جاي من بيرو لحد ما بيتقابل مع نهر نيجرو باسم سوليمويس، ومن نهر نيجرو لحد المحيط الأطلسي اسمه أمازوناس. العجيب والغريب في نهر الأمازون هو التنوع البيولوجي بتاعه، حاجة ميكس كده بين الأسماك العملاقة اللطيفة والأسماك الصغيرة المخيفة، وأنواع تانية لسه محدش يعرف هي عبارة عن إيه. يعني لو مثلا ربنا كرمك في يوم من الأيام ورحت زيارة لنهر الأمازون وواحد صاحبك بيحبك راح زقك جواه، وقتها هتقابل مخلوقات جميلة جدا زي سمكة الأربيمة اللي تعتبر واحدة من أكبر أنواع أسماك المياه العذبة على الكوكب. وممكن كمان تشوف سمك السلور العملاق، وبالرغم من إن حجمه كبير إلا إنه عملاق لطيف. أو بقى يكون حظك هباب وتقابل سمك البيرانا المتوحش اللي تقريبا السمكة الواحدة منه في حجم كف الإيد للإنسان البالغ، لكن سنانها أجارك الله حادة جدا ومش بتاكل غير اللحوم. هي في الطبيعي بتاكل الأسماك التانية، لكنها مش هتسيب أي حيوان أو إنسان يدخل المية اللي هي موجودة فيها ويطلع عادي. أو بقى يكون حظك مفيش منه وتقابل سمكة قرش الطور. ما تستغربش، أصل النوع ده موجود في الأمازون عادي. وكمان في دولفين البوتو اللي ممكن يوصل طوله ل2.5 متر، وهو كمان معروف باسم الدولفين الوردي. لكن ما تخليش الاسم الجميل ده وإنه دولفين يغرك، لأن النوع ده من الدلافين مفترس وما يختلفش في حاجة عن القرش. حديقة كومودو الوطنية موجودة بين جزر سومباوا وفلوريس في مقاطعة نوستنجارا الشرقية في إندونيسيا، وفي سنة 1986 ميلادية اعتبرتها اليونسكو موقع من مواقع التراث العالمي، وفيها حوالي 29 جزيرة بركانية زي الجزر الرئيسية الثلاثة واللي أساميهم رينكا وبادار وكومودو. بيعيش فيها حوالي 2500 تنين كومودو، وده مخلوق هنتكلم عنه لوحده، وغيرها من الحيوانات البرية زي أنواع مختلفة من الزواحف والطيور والثدييات. بتتكون الحديقة من التلال الجبلية والغابات المطيرة الاستوائية وغابات السافانا والشواطئ الرملية البيضاء اللي عليها تنوع بيولوجي بحري غني. والبيئة البحرية في حديقة كومودو الوطنية واحدة من أغنى البيئات في العالم من ناحية الحيوانات وكمان النباتات اللي لسه محدش اكتشف معظمها. مساحة الحديقة حوالي 2000 كيلومتر مربع، بتشمل الأراضي والمية اللي بيعتبروا محمية طبيعية. لو مهتم في يوم من الأيام تشوف مخلوق تقدر تقول عنه ما يقدر عليه إلا ربنا، يبقى مفيش قدامك أنسب من تنين الكومودو. تنين الكومودو واللي اسمه العلمي فرانوس كومودونزيس هو نوع من أنواع السحال العملاقة، بيوصل طوله ل3 متر ووزنه لحوالي 70 كيلو، وتقدر تقول عليه إنه أكبر أنواع السحالي في العالم. وكمان فهو من أشرس المخلوقات على كوكب الأرض، وطبعا فهو بيتغذى على اللحوم وبيقدر ياكل حوالي 80% من إجمالي وزن جسمه في وجبة واحدة. يعني لو افترضنا إن وزنه مثلا 100 كيلو يبقى يقدر ياكل 80 كيلو من اللحوم في وجبة واحدة بس. مش ده بس اللي بيميز الكومودو، لكن كمان ده بيعرف يعوم وبيجري على الأرض بسرعة توصل ل20 كيلومتر في الساعة، وكمان نظره وحاسة الشم عنده أقوية جدا، وبيقدر يشوف ويشم بوضوح الفرايز بتاعته من على بعد 300 متر. بصراحة مش فاضل غير إنه يطير ويطلع نار من بقه.
والكومودو بسبب جسمه الضخم ووزنه التقيل وكمان قوة عضته يقدر ياكل فرايس كبيرة جدا زي جاموس المية مثلا أو الغزلان أو الخنازير البرية، والإنسان كمان من ضمن نظامه الغذائي. وكل ده طبيعي بالنسبة لكائن مفترس بالحجم ده. كل ده بالنسبة للأحياء بس، لأنه ما شاء الله مش عاتق، وبياكل كمان الجيف اللي هي جثث الحيوانات اللي ماتت وتعفنت. والغريب انه بيعمل كده من غير ما يحصل له اي حاجة، ولو ما لقاش اي حاجة من الحاجات اللي قلنا عليها دي كلها عشان ياكلها، فتنين الكومودو بيتغذى على نفسه. يعني ممكن تنين كومودو ياكل تنين كومودو تاني عادي جدا. الأعجب بقى من كل اللي فات هي طريقة الكائن ده في الصيد، لأنها من أغرب ما يمكن. الكائن ده لما بيلاقي إن الفريسة بتاعته كبيرة ومش هيقدر يخلص عليها من أول مرة، أو إنه مثلا مش جعان دلوقتي بس هيحتاج ياكل فيما بعد، بيعض الفريسة بس وبيسيبها. ايوه زي ما سمعت كده، بيعضها ويسيبها. اصل الكائن ده عنده في بقه كمية بكتيريا سامة كبيرة جدا، فبمجرد ما تتعض الفريسة بتدخل البكتيريا دي في جسمها، وبتبدأ عملية التسمم للفريسة اللي غالبا بتموت خلال 24 ساعة بس. وبيقعد الكومودو يستنى لحد ما الفريسة تموت وبعدين ياكلها. يعني اللي بيقع في طريقه يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. بسبب المكان اللي بيعيش فيه الكومودو، وكمان بسبب جسمه القوي جدا وجلده التخين القابل للتمدد واللي بيخلي من الصعب جدا اختراقه، فالكومودو على عكس كل المخلوقات ملوش أعداء في الطبيعة. يعني مفيش كائن مفترس بيحط تنين الكومودو في نظامه الغذائي. ده حتى الأسد لو شافه في الغابة يقول له سوري يا باشا أنا نباتي النهاردة. بعيدا بقى عن تنانين الكومودو، فحديقة الكومودو الوطنية بتعتبر بيت كبير لمخلوقات برية وبحرية كتير، زي مثلا 12 نوع من التعابين و9 أنواع من السحالي غير الكومودو طبعا، وأنواع مختلفة من الضفادع، وكمان غزلان التيمور الفريسة الرئيسية لتنانين الكومودو، والخيول وجاموس الماء والخنازير البرية وفيران رينكا وخفافيش الفاكهة. ده غير أنواع كتير من الطيور واللي بيوصل عددها لأكتر من 40 نوع مختلف. وكمان الحيوانات البحرية هناك متنوعة بشكل كبير، وفي أكتر من 1000 نوع من الأسماك و70 نوع من الإسفنجيات و10 أنواع من الدلافين و6 أنواع من الحيتان وأطوم البحر أو بقر البحر. ده غير السلاحف الخضراء وأنواع كتير من أسماك القرش وأسماك شيطان البحر الضخمة وأسماك الرقيطة أو الراي اللاسع والزواحف البحرية والقشريات وأحيانا الحيتان المهجرة. كل ده بيخلي حديقة الكومودو الوطنية تستحق عن جدارة تكون واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية، وخصوصا لأن فيها تنين الكومودو. الشكل العادي للجبال اللي كلنا عارفينه هو ان تكون القمة بتاعتهم مدببة، وهتكون حاجة غريبة لما نلاقي جبل قمته مسطحة وعاملة زي الترابيزة تقريبا. اهو جبل تيبل او جبل الطاولة قمته عاملة كده بالظبط، وده موجود في جنوب غرب دولة جنوب أفريقيا، وبيطل على مدينة كيب تاون وخليج تيبل. وبقى بالشكل ده بسبب وجود طبقات شبه أفقية من الحجر الرملي المكشوفة اللي اتكلت بفعل الهواء القوي ومياه الأمطار على مدار السنين. ويعتبر الجبل بشكله المميز واحد من المعالم الأشهر في كيب تاون وجنوب أفريقيا كلها، وكمان فهو من مناطق الجذب السياحي واللي بتوفر رياضة المشي لمسافات طويلة والتخييم وغيرها من الأنشطة السياحية والرياضية. اتشكل جبل تيبل من حوالي 280 مليون سنة تقريبا بسبب عملية جيولوجية اسمها الارتفاع الناشئ، واللي مستمرة لحد النهاردة، واللي خلت جبل تيبل واحد من أقدم الجبال على وجه الأرض. ولو قارناه بجبال الهيمالايا فهنلاقيه انه ضعف عمرها ب6 مرات تقريبا. حوالي 3000 جزيرة موجودين على مساحة 1553 كيلومتر مربع، عبارة عن مية فيروزية وأبراج من الحجر الجيري وفوقهم السماء الصافية الجميلة. باختصار شديد لوحة فنية طبيعية جميلة جدا من صنع الخالق العظيم. الجمال الطبيعي ده مش هتلاقيه غير في خليج هالونج الموجود في شمال فيتنام، ومعناه التنين الهابط، واللي يعتبر واحد من مواقع التراث العالمية لليونسكو من سنة 1994. السكان المحليين في المنطقة عندهم أسطورتين بيتقالوا عن تكوين الخليج، وهما إن كان في تنين داس على الأرض دي بقوة كبيرة جدا لدرجة إن الجبال اتهدت، وفي أودية اتشكلت واتملت بسرعة بالمية، وما تبقاش فوق سطح المية غير قمم الجبال واللي هي الجزر الصخرية في خليج هالونج دلوقتي.
أما الأسطورة التانية بتقول بقى إن كان في تنين عنده ديل كبير كان بيشق به الأرض وبيعمل فيها أودية وشقوق، وإن الأودية والشقوق دي اتملت لما التنين نط في المية القريبة منها. يعني من الآخر التنين عمل طرطشة كبيرة، والطرطشة دي هي اللي كونت الخليج بشكله الحالي. اكتشف العلماء وجود قطع أثرية هوابنهية من الأحجار، والاسم ده نسبة لحضارة كانت موجودة من حوالي 10,000 سنة. وكمان ده اللفظ اللي استخدمه العلماء الفرنسيين للآثار والمصنوعات الحجرية من عصر الهولوسين. وكمان لقوا آثار لحضارة سكان منطقة هالونج. ولحد أواخر القرن ال19 كان القراصنة الصينيين والفيتناميين بيسيطروا على الخليج، لحد ما في القرن العشرين بدأ السكان يستخدموا الخليج في الشحن وصيد السمك، ومستمرين في كده لحد دلوقتي. نهر بويرتو برنسيسا الجوفي، واللي معروف اختصارا بنهر بيبي، هو أطول نهر جوفي في العالم بطول حوالي 8.2 كيلومتر تحت الأرض. موجود في الفلبين على بعد حوالي 80 كيلومتر شمال وسط مدينة بويرتو، وفي يوم 11/11 سنة 2011 اختاروه بشكل مؤقت عشان يكون عجيبة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية، وتأكد الاختيار ده يوم 28/1 سنة 2012. في سنة 2010 اكتشف فريق من علماء الجيولوجيا والبيئة ان النهر الجوفي ده ليه دور تاني تحته، وده معناه وجود شلالات صغيرة جوه الكهف. وكمان لقوا قبة للكهف اللي بيعدي منه النهر، وكان ارتفاع القبة دي حوالي 300 متر فوق النهر الجوفي ده، غير تكوينات صخرية وخفافيش كبيرة ومخلوقات بحرية. وكهف تاني أعمق منه لكن كان الدخول ليه مستحيل بسبب نقص الأكسجين. وكمان لقوا مخلوقات بحرية غريبة في أعماق الكهف ده. اللي بيميز المنطقة دي عن غيرها سواء كانت المتنزه أو النهر الجوفي هي المناظر الطبيعية اللي صعب جدا تلاقيها في مكان تاني غير ده، والنهر اللي بيأثر عليه المد والجزر في البحر بسبب إن الجزء الأخير من النهر ده مية مالحة من البحر، وكمان النظام البيئي المتكامل من الجبل للبحر، وكمان هنلاقي داخل فيه شوية من أهم غابات آسيا. شلالات نهر إجوازو الموجود بين البرازيل والأرجنتين، وتحديدا بين ولاية بارانا البرازيلية وولاية ميشنز الأرجنتينية، بتعتبر واحدة من عجائب الطبيعة. بس قبل ما نتكلم عن شلالات إجوازا لازم نعرف في الأول هو يعني إيه كلمة إجوازا. كلمة إجوازا كلمة مشتقة من اللغة الجوارانية، ودي لغة بيتكلموا بيها أهل باراجواي، أو من اللغة التوبية القديمة، ودي لغة كان بيتكلم بيها جزء من سكان البرازيل ولكنها انقرضت. المهم ان معنى كلمة إجوازو هو الماء الكثير. الشلالات بتقسم نهر إجوازو لجزئين، إجوازو العالي وإجوازو الواطي، وعددهم 20 شلال كبير و255 شلال صغير موجودين على مساحة حوالي 2.7 كيلومتر، وارتفاعاتهم بين 64 و 82 متر، بتصب في الثانية الواحدة ما بين 1500 ل 7000 متر مكعب من المية. وحوالي 20% من الشلالات موجودة في البرازيل والباقي موجود في الأرجنتين، وبيفصل ما بين الجزء البرازيلي والجزء الأرجنتيني شوية جزر صغيرة. في سنة 1984 أعلنت اليونسكو شلالات إجوازا الأرجنتينية موقع للتراث العالمي، وبعدها بسنتين ضمت ليها الجزء البرازيلي، وتم اعتبار الجزئين من ضمن عجائب الدنيا السبع الطبيعية سنة 2009 عن طريق مؤسسة عجائب الدنيا السبع الجديدة. جيجو هي جزيرة موجودة في مقاطعة جيجو في جنوب كوريا الجنوبية، وبتتميز بكام حاجة كده كانوا هم السبب في إنها تبقى موجودة ضمن قائمة عجائب الدنيا السبع الطبيعية، زي مثلا بركان هالا، واللي بيعتبر أطول جبل في كوريا الجنوبية كلها، ومكانه في وسط الجزيرة بالظبط. ولأنه بركان خامد فتقدر تطلع لحد قمته وتشوف مناظر طبيعية خلابة مش هتشوفها في أي حتة في العالم. وفيها كمان اللافا تيوبس، أنفاق الحمم البركانية، ودي عبارة عن شبكة ضخمة من الحمم البركانية، وتعتبر من أطول أنفاق الحمم البركانية في العالم كله. وأهمية الأنفاق دي مش جاية من إنها جميلة جدا وخلاص، لا، كمان دي بتعتبر ظاهرة جيولوجية نادرة جدا. أما بقى من أكتر الحاجات اللي بتميز الجزيرة هي سكانها، وتحديدا الستات اللي اسمهم نساء البحر، ودول ستات عواجيز بيقدروا يغطسوا في البحر من غير ما يستخدموا أي أدوات غطس، وبيقدروا يجمعوا كميات كبيرة من المحار والأعشاب البحرية. أهو بعد المعلومات دي عنهم الواحد يتكسف يقول عليهم عواجيز. ده احنا اللي عواجيز. المهم بقى في الموضوع ان اليونسكو اعترفت بالمهارة النادرة جدا دي وصنفتها لوحدها كتراث انساني جنب الحاجات العجيبة التانية اللي موجودة في الجزيرة.
حاجة من الحاجات الموجودة في الجزيرة برضو هي التماثيل البركانية الضخمة اللي تم تشكيلها على هيئة رجالة كبار في السن، وبيتقال إنها اتعملت عشان تحمي الجزيرة من الأرواح الشريرة. ولأن جزيرة جيجو جزيرة فطبعا هنلاقيها بتتميز بمناظر ساحلية ولا أروع، زي مثلا شواطئها برملتها السوداء والبيضة، أيوة زي ما بقولك كده فيها رملة لونها أسود. ده غير طبعا الشلالات والشجر والزهور اللي هتخليك تحس إنك داخل عالم خيالي. أما بقى أهم صفة موجودة في الجزيرة وهي إنها عكس كوريا كلها، لأن جو كوريا أغلب أوقات السنة بيبقى جو شتاء شديد، أما جزيرة جيجو فجوها دافي ولطيف معظم أوقات السنة، يعني لو حابب تصيف فيها شغال، ولو حابب تشتي فيها برضو شغال. اسم الجزيرة اللي هو جيجو معناه الجزيرة التي تقع شرق البحر، وهو مشتق من اللغة الكورية القديمة. لكن زمان كان الجزيرة اسمها تامنا، ودي كانت مملكة مستقلة لها ثقافتها وحكامها قبل ما تنضم لكوريا في عهد مملكة كوريو، وعشان كده هنلاقي سكان الجزيرة ليهم لهجة خاصة بيهم. ارتبط اسم الجزيرة كمان بواحدة من أسوأ اللحظات في تاريخها، وهي انتفاضة جيجو. والقصة باختصار إن بعد تقسيم كوريا إلى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في نهاية الاحتلال الياباني بدأت التوترات السياسية تزيد، وفي سنة 1948 سكان جزيرة جيجو اللي كانوا مع الوحدة وضد تقسيم كوريا نظموا مظاهرات ضد الانتخابات اللي كان هدفها التقسيم. السلطات الكورية الجنوبية وقتها اعتبرتهم شيوعيين، وبدأت حملة قمعية عنيفة جدا. الانتفاضة اتقابلت برد دموي أدى لمجزرة شعبية، ونتج عنها إن حوالي 30 ألف شخص اتقتلوا، أغلبهم مدنيين وكانوا من سكان الجزيرة. وطبعا كتير من القرى اتحرقت بالكامل، والجزيرة فضلت تعاني من الصمت والرقابة على الحدث ده لسنين، لحد ما الدولة اعترفت رسميا باللي حصل سنة 2003 واعتذرت عنه لاحقا. ومن المفارقات بقى اللي مرتبطة بالجزيرة برضو إن في سنة 2018 كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية عاشوا لحظة تاريخية من الأمل كانت ليها علاقة مباشرة بجزيرة جيجو، والكلام ده حصل خلال قمة السلام بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية اللي كلنا عارفينه كيم جونج أون. وحصل اقتراح رمزي جدا، رئيس الجنوب قدم لكيم هدية فريدة من نوعها عبارة عن أدلة مصورة من جزيرة جيجو، وقال له إنها رمز للسلام والتسامح بعد الحرب والمآسي اللي مرت بيها الدولتين. وكان في أمل وقتها إن كيم يزور الجزيرة بنفسه، وده كان هيكون حدث عالمي طبعا. لكن في النهاية الزيارة ما حصلتش رسميا، لكن رمزية الجزيرة كانت واضحة جدا. تخيل جزيرة عانت من مجزرة سياسية تتحول لرمز للسلام بين دولتين على شفا الحرب. يعني باختصار جيجو مش مجرد جزيرة فيها طبيعة حلوة، دي جزيرة عاشت تاريخ دموي وتحولت لرمز للتصالح والكرامة، فيها وجع وأمل، ودي من أندر التوليفات في أي مكان في العالم. بكده يكون كلامنا انتهى عن عجائب الدنيا السبع الطبيعية، ومش هنلاقي كلام أحلى ولا أحسن نوصف به الحلقة من قصيدة الشاعر إبراهيم علي بديوي رحمه الله، واللي بيقول فيها: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة من سلسلة لمعلوماتك، واللي قدمنا فيها الحلقة الأخيرة من ثلاثية عجائب الدنيا القديمة والجديدة والطبيعية. تقدروا تتفرجوا على الحلقتين اللي قبل كده، وطبعا باقي فيديوهات القناة، وانتظروا حلقاتنا الجاية. في النهاية بنفكركم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمونا باللايك والشير على أوسع نطاق عشان غيركم يستفيد، وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. كان معكم الهستوريادور، نستودعكم الله.